السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض حلوة من حلويات رمضان، وبرده طول السنة مش رمضان بس، وجميلة جدا طبعا اكيد الكل بيحبها. زي ما انتم شايفين انا معايا كوباية مية حطيتها تغلي، هحط عليها ربع كوباية زيت. احنا هنعمل ان شاء الله مع بعض بلح الشام، وهنشوفه زي المحلات بالظبط، مقرمش ومنتفخ من جوه، بس ركزوا معايا في كل الخطوات. كده هما غليوا مع بعض، هحط عليهم في نفس الكوبايه نفس المعيار زي ما تحب اي حجم كوبايه، كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا، وابدا اقلبهم كده طبعا على نار هاديه. انا وطيت النار عشان خاطر الدقيق بتاعي يستوي. هجيب معايا السر بتاع المحلات اللي هتلاقوني انا اول واحده قايلها لكم، نص معلقه صغيره كده بيكنج باودر، طبعا مش مليانه. واسيبهم بقى مع بعض كده ان انا تانيين اقلب فيهم لغايه ما تتجانس وتكور عندي العجينه حوالي 3 دقايق كده، عشان العجين الدقيق بتاع نفسه يبقى مستوي. هتلاقي كلها لمت مع بعضها اهي. وزي ما انتم شايفين انا فضيتها في طبق وبفتحها كده عشان تبرد. انا مش هعملها في عجانه، انا هعملها بايدي، فعشان خاطر لو حطيت البيض وهي العجينه عندي سخنه هتسوي البيض وهتبوظ، لكن كده هتكون العجينه بتاعتي بارده، فان شاء الله تكون كويسه. العجان عشان هو بيتحرك مستمر بحركه ثابته، اصلا بيهوي العجينه، فالعجينه ما بتبقاش سخنه. 3 بيضات، هحط عليهم معلقه سكر، وهحط نقطتين فانيليا. عندك فانيليا بودر ممكن تحطيها في العجين او تحطيها في البيض زي ما تحبي. مع بعض كده التقليب دوت انا مش هحطهم كلهم مره واحده، لا، بس عشان خاطر افكك عندي البياض والصفار، واحط برده كميه بكميه زي كاني برده ما بحط بيضه ببيضه. دي بصراحه انا جربتها لقيتها اسهل، لان انا مش بعمل بمضرب ولا بعجان، انا بعمل برده كله بالمعلقه. وبرده اتعمدت نعمل لكم بالمعلقه عشان خاطر اللي مش عنده اي امكانيات يبقى سهل خالص الموضوع بالنسبه له. هبدا بقى انزل شويه بشويه كده، وابدا بقى اقلبهم كده مع بعض، لاني لو حطيتهم كلهم مره واحده هيتعبني جدا في التقليب، فكل ما تفتفتيه كده هيبقى سهل معاكي. المنظر اللي انتوا شايفينه ده كده ازاي نظام الهرس ده حلو قوي، انك تهرسي مش انك تقلبي، تهرسي كده لتحت هيتجانس مع بعضه. احط عندي كمان جزء، يعني انا بحطهم على 3 مرات كاني برضو 3 بيضات. خلاص انا بقى هكمل دي واحط كمان الجزء التاني عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم، ونرجع نشوف شكل العجينه في الاخر. زي ما انتم شايفين معايا دي قوام العجينه بتاعتي، بيلزق في الايد. هجيب بقى عندي كيس الحلواني، وطبعا محطوط فيه البلبله اللي هي بتاعت بلح الشام، هي معروفه طبعا اللي هي الطحينه. هنيجي دلوقتي على سر القرمشه. زي ما انتم شايفين معايا كده ادي الزيت على المطبخ، على الرخامه مش على البوتاجاز، يعني ساقع ما فيهوش اي حاجه. هجيب معايا المقص واحطه في الزيت كده عشان لما اجي اقص بيه اتك بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده، ينزل معايا الحجم اللي انت عايزاه. بقى راعي ان هو هينفش، فما تمليش الصينيه كلها كتير عشان خاطر ما يبقاش منك بزياده. تمام كده اهو. طبعا الطول ده بقى انت براحتك، يعني انا عاملاه قصير شويه شايفين معايا حبايبي بعد ما قطعته جيت على طول على البوتاجاز، ولعت على الزيت، بس طبعا برده ما رشاه على نار عاليه، على نار متوسطه، عشان خاطر انا مش عايزاه ينحرق، يعني ياخد لون من جوه وخلاص، انا عايزاه ينفش ومن جوه يبقى هش، وفي نفس الوقت ياخد الطبقه المقرمشه. زي ما انتم شايفين معايا كده اهو بدا اهو. اهم حاجه برده من الحاجات المهمه ان احنا نقلبه. شايفين معايا اهو بدا ينفش ويرتفع يطلع لفوق، ما يبقاش تحت. اول ما حطيناه كان الاول نازل تحت وحجمه بدا يتضاعف. اهم حاجه برضو خلي بالكم منها، من الحاجات المهمه عشان نوصل لدرجه المحلات، ان احنا نقلبه. انت حتى لو بتشوفوا بتاع المحلات، في محلات بتبقى عامله عرض للبلح الشام والزلابيه، بيبقوا طول ما هم واقفين معاهم البتاع دي بيقلبوا بيها يعني. تمام، طبعا عشان مش عاملين كميه كبيره مش مستاهله. فكده اهو افضل برضو ان انت تعمليه في طاسه كبيره، لان لازم الزيت يكون سخن، يكون بارد ما يكونش سخن. فطبعا عشان نعمل كمان مره فهنستنى لغايه اما الزيت يبرد، فده برضو بياخد وقت. فكل ما كانت الطاسه كبيره كل ما ريحك.
انا بقى عندي مجهزه الشربات طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وان شاء الله هتلاقوا الشربات قريب على القناه هنزله لكم. هو شربات بتاع بلح الشام بيكون تقيل ما بيكونش خفيف زي شربات الكنافه كده. يعني بحط معايا كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه، واحط عليهم عصره ليمونه واسيبهم على النار حوالي من 7 ل 10 دقايق كده. يعني من بعد ما يغلي، من بعد ما الميه تغلي السكر والميه يغلوا احسب ال7 دقايق. تمام كده. شايفين شكله والحجم اختلف خالص وكله بقى متزنق في بعضه. معلش بس انا مطوله عليكم الفيديو عشان تخلي بالكم من الحاجات البسيطه دي، لانها هتفرق معاكم جامد جامد جدا في الطعم. ان شاء الله لما تجربوها هتبقى هي دي الوصفه المعتمده عندكم يعني. وكمان يعني انا عملت شربات، بس شربات لازم يكون بارد، ما ينفعش شربات يكون سخن هيبوظ، هيشربه وهيبقى معجن، لازم يكون بارد. زي ما انتم شايفين معايا اللون. طبعا لسه شويه انا عماله اقلب فيه والنار مش عاليه. خلي بالكم من حته النار مش عاليه دي، برضو كنت شفت شكاوي قبل كده من ان هو بيفور، الفوران بيبقى جامد عشان خاطر النار عاليه. النار لما بتبقى عاليه بتلهفه وبتعمل تفاعل البيض، بتخلي الدنيا كلها كده بايظه في بعضيها. زي ما انتم شايفين كده اهو، جميل ولونه جميل من هو في قلب سامعين من هو في قلب الزيت بيقرمش، عشان واخد حقه كده، انتفخ بالراحه وخد الطبقه الخارجيه بالراحه مش بسرعه. يا ريت يا حبايبي بس تتبعوا الاساسيات دي، وان شاء الله باذن الله كده هتدعوا لي يعني. اللون رهيب يعني. بيتكلم اهو، بيتكلم اهو، احسبوا لي مش عارفه بس هو بيتكلم. ومعايا هنا الشربات بتاعي او الشيره، وابدا بقى ايه اطلع كده بالراحه، اصفي كده من الزيت وانزل على طول في الشربات بتاعي. طبعا انا بس في الشربات مش هسيبه، انا طفيت النار طبعا على دوت لاني محتاجه ان الزيت يبرد، لاني باقي معايا عجينه تكفي حوالي نص الكميه دي. يعني شايفين كوبايه ما شاء الله عملت كميه كبيره، يعني مش شرط نعمل كميات ضخمه يعني. ده كده بيكفي كوبايه واحده والحمد لله رضا. اقلبه بقى كده، اقلبه لغايه ما احس ان كله بقى عليه شربات، طبعا عشان الشربات بتاعي تقيل. وخلاص كده هحطه بقى في الطبق بتاع التقديم. وزي ما انتم شايفين معايا حبايبي، ده شكل بلح الشام بتاعي. اظن يعني مش محتاج كلام عامل ازاي، ومقرمش ومن جوه اهو فاضي من جوه خالص اهو، وجميل جميل جميل. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده تجربوه ويعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفه ان شاء الله باذن الله مضمونه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.